الاختراع بيعد من أقوى الأسلحة اللي الإنسان عرفها من زمان قوي، بس هو مش سلاح تقليدي من اللي بندخل بيه حروب وكده، لكنه أداة اقتصادية فعالة بنستخدمها في حياتنا اليومية وما نقدرش نستغنى عنها، سواء كان غني أو فقير فبيدور إزاي يمتلكها. تفتكر إيه اللي أنا أقصده يا صديقي؟ هديك 3 ثواني تخمن كلامي. بالظبط، هي الفلوس. الفلوس هي العصاية السحرية اللي بتديك قوة ونفوذ كبير. بسببها قامت صراعات وحروب، وبسببها دول بقت في مصاف العالم المتقدم، وعشانها دول تانية بتصارع الفقر والحاجة. طبعا الفلوس جزء أصيل من حضارة البشر، والأهم إنها اختراع ساهم في تطور النظام الاقتصادي في العالم، ومفيش حد ما حبهاش ومفيش واحد ينكر أهميتها. حلقة النهاردة هتكون بداية سلسلة اسمها تاريخ المال، هنعرف فيها يعني إيه فلوس ومنين جت وإزاي معاملاتنا كبشر اتطورت مع الوقت، بداية من المقايضة للعملات المعدنية والبانك نوت لحد النقود الرقمية والبيتكوين اللي بنعيشها في عصرنا الحالي. لو أول مرة بتشوفني فأنا محمد عبد العزيز، وقناتنا اسمها اتعلم بيزنس. الهدف من اتعلم بيزنس إننا ننشر ما بيننا ثقافة المال، ويكون عندنا وعي قوي بأهمية الفلوس في حياتنا، وإننا نتعلم من المؤثرين والرواد في البيزنس إيه هو نمط حياتهم، إيه المبادئ والقيم اللي بيتبنوها عشان ينجحوا، وإزاي بنوا ثرواتهم. فأنت لو مهتم بالنوعية دي من المحتوى اشترك في القناة وإن شاء الله هتستفيد. يلا بينا يا صديقي نعرف أكتر عن الفلوس واللي بيعملوها. افتكر وانا عندي 10 سنين كان في سؤال طول الوقت بيجي في ذهني: الفلوس دي ورق مش كده؟ الفلوس دي مهمة؟ اكيد طبعا. لما هي مهمة ليه ابويا بيديني مصروف ربع جنيه في اليوم مش اكتر؟ ولما هي ورق ليه ما نطبعش منها كتير ونشتري كل اللي نفسنا فيه؟ طبعا جيل الثمانينات والتسعينات عارفين كويس قوي يعني ايه 25 قرش وقتها، وكانت بتجيب ايه وانت لسه في المدرسة بتاعتك، وكان فييس الشلة من صحابك هو اللي بياخد مصروف جنيه في اليوم. وهنا الكلام ده يودينا لنقطة مهمة جدا، إن معرفتنا بالفلوس ما جاتش في يوم وليلة، لكن ليها أصل في عقلنا من زمان قوي، من نعومة أظافرنا، واللي على أساسه بيتحدد نمط حياتنا المالية، يعني طريقة إدراكنا وتعاملنا مع الفلوس. هنسيب الذكريات الحلوة دي ونروح بقى نشوف الفلوس جات إزاي. خلينا نرجع بالزمن آلاف السنين لورا. الإنسان القديم أو رجل الكهف لو سمعت عن حياته كانت بتتلخص في كلمتين، وكانت بسيطة جدا لا تقارن بحجم الحداثة اللي وصلنا لها اليومين دول. الأم كانت بترعى الأطفال، ورجل الأسرة كان بيخرج كل يوم الصبح يصطاد ويجمع الثمار من على الشجر، ويرجع يشوي الوليمة اللي جابها وياكلها مع عيلته، وبعدين يبات في الكهف أو الصومعة اللي بناها من جذوع الشجر. والحياة كانت 100 فل و10. وكان بيتميز الإنسان ده ببنيته القوية بحكم الحياة والبيئة الصعبة اللي بيعيشها، وكان لبسه إما من ورق الشجر أو جلد الغزال أو الحيوان البري اللي بيصطاده. كان الإنسان ده بيعيش في جماعات صغيرة اسمها قبائل، وكان بيربطهم نفس التقاليد مع وجود صلة قرابة بين أفراد القبيلة الواحدة. ولأنه كان دائم الترحال ما كانش مستقر وما قدرش يبني حضارة. وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ فضل عايش سنين كتير ومحقق اكتفاء ذاتي من احتياجاته. طيب لما كان بيحتاج حاجة عشان يشتريها كان بيعمل ده إزاي؟ لا، هو ما كانش بيشتري. كل واحد عنده سلعة فوق حاجته بيروح يبدلها مع حاجة تانية من جاره أو القبيلة اللي جنبه. زي مثلا أنت جمعت شوية تفاح وعايز من اللي جنبك غزالة اصطادها، لو انتم الاتنين اتفقتوا على الصفقة دي يبقى تمام، الموضوع بيمشي. ولو ما حبش العرض بتاعك فبتدور على حد غيره يكون عنده حاجة تناسبكم انتوا الاتنين. والحكاية دي اتعرفت بعد كده بالمقايضة أو مبادلة السلع. طب لو حد خد منك سلعة ووعدك بردها أو برد قيمة ليها خلال فترة معينة، ايه اللي بيتم عشان يضمن المعاملة دي؟ علماء دراسة الإنسان اكتشفوا نوع أولي من الفلوس أو الأدوات اللي كانوا بيستخدموها للائتمان من أكتر من 30,000 سنة، اسمها عصيان التولي. كان كل طرف من الاتنين بياخد واحدة وكان بيكتب عليها نوع الاتفاق اللي بينهم، عشان لما يتقابلوا بعد زمن
يكون سند لكلامهم. مع الوقت ده تمر السنين وتقريبا من 10,000 سنة الإنسان نزل من الكهوف واستعمر الوديان جنب المياه العذبة بتاعة الأنهار، وبفعل الاستقرار بدأت أعداد الناس تزيد ويظهر معاها روابط اجتماعية أكتر، والنتيجة بدأت تظهر حضارات قديمة زي المصرية، البابلية، الصين والهند القديم. وبدأ الإنسان يعرف يزرع ويربي الحيوانات، وده احتاج معرفة أكبر وإنه يتعلم آليات للزراعة والحصاد. وبدل ما الإنسان كان بيدور على اكتفائه الذاتي، بقى مطلوب منه إنه يشتغل أكتر عشان يكفي احتياجات غيره من المجتمع بتاعه. وهنا بدأ يظهر مفهوم جديد وهو مفهوم التخصص. فبقى كل أسرة ليها مهام محددة زي الرعي أو الزراعة نوع محدد من المحاصيل لكن بكميات كبيرة، فاحتاج ناس تساعده في ده، وده اتطلب عمالة أكتر، فزادت دايرة السلع والخدمات اللي دخلت لنظام المقايضة. وبرضه زادت رغبات الناس للتجربة واكتشاف المجهول من احتياجاتهم، فظهر علوم جديدة زي العمارة واللي ساعدت في بناء المعابد للعبادة والتخزين المحاصيل والثروات. وكان ضروري يظهر مفاهيم زي الائتمان لحفظ حقوق والضرائب على المحاصيل بتاعة الفلاحين. فمثلا في مصر القديمة كمية المحاصيل اللي كل فلاح بيزرعها وبيحصدها كانت بتتكتب على ألواح من الطمي أو برديات وبتتشال في المعابد، وكل الكلام ده احتاج لقوانين وأنظمة اقتصادية تدير الكلام ده بكفاءة. فمثلا في بابل القديمة كان فيه مجموعة من القوانين اسمها أكواد حمورابي اللي كانت بتحكم العلاقة المالية ما بين التجار وبعض وباقي الناس، زي الفوائد على المعاملات الاقتصادية بين التجار والغرامات على تأخير الدين وهكذا. وللعلم بابل كانت من أقوى المدن التجارية في العالم القديم ومن أوائل اللي وضعوا الأنظمة الاقتصادية. بعد كل التعقيد ده الإنسان لقى نفسه في حاجة لوجود أدوات أكتر فعالية عشان تسهل عليه التجارة والبيع والشراء بجانب المقايضة، لأن المقايضة لوحدها ما بقتش سداد. والفترة دي المعنى الحرفي للفلوس بتاعة عصرنا الحالي ما كانتش موجودة وقتها، لكن الفلوس كانت هي السلعة نفسها زي القمح أو الشعير أو الملح أو جلود الحيوانات وهكذا. وفي عام 3000 قبل الميلاد بدأ يظهر استخدام الأصداف كشكل جديد للفلوس كأداة للتبادل مع السلع الأكثر أهمية زي المحاصيل. ومن الوقت ده دخل الإنسان حقبة جديدة غيرت طريقة فهمه وتعامله 180 درجة مع المال، اتسمت بالعصر البرونزي. لحد هنا نكون خلصنا حلقة النهارده. وسؤال الحلقة: ليه البشر شافوا إن المقايضة لوحدها طريقة مش عملية وبدأوا يدوروا على طرق تانية معاها تساعدهم؟ مستني إجابتك في التعليقات. ولو استفدت وحابب النوعية دي من المحتوى الاقتصادي أو الريادي، تابع اتعلم بيزنس وعرفنا لو الحلقة عجبت، وانزل بص على المصادر هتستفيد أكتر. شكرا لوقتكم واشوفكم دايما بخير. سلام.